السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شهدت بلدية تينزواتين الحدودية التابعة لولاية تمن راست اليوم فيضانات مفاجئة عقب تساقط أمطار غزيرة ورعدية أدت إلى جريان قوي للأودية واجتياح المياه لعدد من الأحياء السكنية. وحسب ما أفاد به سكان المنطقة فإن السيول الجارفة تسللت إلى بعض المنازل، كما غامرت أجزاء من سوق المواشي وأحدثت أضرارا مادية معتبرة، ما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين الذين سارعوا إلى الاحتماء بالمناطق المرتفعة. الفيضانات كشفت هشاشة البنية التحتية المحلية أمام الظواهر الطبيعية المفاجئة، حيث عجزت قنوات صرف المياه عن استيعاب الكميات الكبيرة المتدفقة، الأمر الذي زاد من حجم الأضرار. من جهة أخرى تدخلت مصالح الحماية المدنية والسلطات المحلية لمتابعة الوضع عن قرب، إذ أرسلت فرق ميدانية لتأمين المواطنين ومحاولة السيطرة على الأوضاع، وسط دعوات للسكان بضرورة توخي الحذر وعدم المجازفة بعبور مجاري الوديان. وقد أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي حجم السيول التي غمرت شوارع المدينة في مشهد وصفه السكان بأنه الأعنف منذ سنوات، مؤكدين حاجتهم إلى حلول عاجلة للحد من تكرار مثل هذه الكوارث الطبيعية. وتبقى الأوضاع مرهونة بتطور الأحوال الجوية في الساعات القادمة، فيما يأمل المواطنون أن تتخذ السلطات إجراءات عاجلة لتعويض المتضررين وتحسين شبكات صرف المياه لتفادي مآسٍ مشابهة مستقبلاً.